السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نحضر مع بعض النهاردة البيتزا الشرقي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهتطلع معاكي احلى من بتاع المحلات 100 مرة، ودي حاجة نظيفة في البيت. اعمليها لولادك وفرحيهم. انا قررت اعملها النهاردة علشان في واحدة حبيبتي وصاحبتي طلبتها مني امبارح وقالت لي اعملي لنا البيتزا، فانا قررت ان انا اعملها لها النهاردة. يلا بينا بقى نشوف المقادير والمكونات معانا ايه النهاردة. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. معايا هنا بقى 5 كوبايات من الدقيق. حطيت عليهم رشة ملح بسيطة، ومعايا هنا مية دافية هنزل عليها بمعلقة عسل ومعلقتين من الزيت. بعد كده هقلبهم كده مع بعض. بعد ما قلبتهم هحطهم جنبي علشان هنزل بيهم بالتدريج. هنزل بقى واحدة واحدة على الدقيق بتاعي لحد ما العجينة بتاعتي تلم خالص كده في ايديا. لازم البيتزا تتعجن كويس يا جماعة. هفضل اعجن فيها كويس، ولو عندك عجان حطيها في العجان. بصوا العجينة بقت عاملة ازاي، مش متقطعة معايا ولا اي حاجة، السطح بتاعها املس، بتدوسي عليها كده طرية. هقسمها بقى. ال5 كوبايات دي عملوا معايا تلاتة بيتزا وسط. انتي على حسب بقى المقدار اللي انتي عايزة تعمليه هتزودي في كل كمية انا هقولها. هعملها بقى الفها رول كده، وبعد كده هقطعها كده، يعني حجمها يبقى مثلا زي الليمونة الكبيرة كده مثلا. كلهم هعملهم حجم واحد. البيتزا الواحدة هتاخد معايا 4 كرات. خلصتهم كلهم بقى، هسيبهم نص ساعة كده عقبال ما اجهز ايه الحشوة بتاعتي. حطيت عليهم كيس وسبتهم. هنا بقى معايا حبة زيت هنزل فيهم ببصلاية كده متقطعة. اول ما البصل بقى يدبل معايا كده هنزل عليه بمعلقة من الثوم. وبعد كده معايا توابل هنا بابريكا كمون فلفل اسود، ومعايا بهارات لحمة كمان، ومعايا ملح. هقلبهم كده مع بعض شوية، وبعد كده هنزل باللحمة بتاعتي. انتي بقى على حسب الحشوة اللي انتي عايزة تحشيها، عايزة تحشي سجق، عايزة تحشي لحمة، عايزة تحشي فراخ، براحتك. هعصجهم بقى كده مع بعض شوية، وبعد كده هطفي عليهم. معايا هنا بقى اللحمة اللي انا عملتها، معايا فلفل وطماطم وزيتون. ومعايا بصل مقطعاهم ومجهزاهم جنبي. العجينة بقى بتاعتي ارتاحت نص ساعة. هبدأ كده افردها. هحط رشة من الدقيق كده وابدأ افردها. هبدأ كده افردها بالنشابة بالراحة. جبت بقى الصينية دي معايا. استخدمي اي صينية عادي. انا فردت عليها بقى العجينة بتاعتي بالشكل ده. هدهنها بقى دهنة كده سمنة او زبدة. ما بين كل طبقة وطبقة هندهن كده دهنة سمنة او زبدة. بعد كده حطيت الطبقة التانية فردتها بنفس الشكل، وحطيت الطبقة التانية برضو ودهنت طبقة زبدة. بعدين بقى هديها رشة جبنة كده، اي نوع جبنة عندك. بعد كده هنزل باللحمة بتاعتي. هديها بقى رشة فلفل على رشة طماطم على رشة بصل على زيتون، يعني كل الخلطة اللي انا عاملاها جنب دي هحط منها جوه البيتزا بتاعتي.
بعد ما خلصت بقى هديها رشة جبنة كده تاني. انا كده حطيت طبقتين عجين تحت، هحط برضو طبقتين من فوق. بصوا بقى انا بعملها ازاي. بحط العجينة وبفضل افرد كده معايا والزقها من الجناب. هجيب التانية برضو واحطها، هدهن دهنة سمنة الاول وبعد كده هجيب بقى الطبقة الرابعة احطها فوقيهم. بصوا جبت الطبقة الاخيرة احطها كده بقى على العجين وافضل افرد فيها واجيبها برضو للاخر كده واضغط من الاخر. بعد ما تخلص معايا بقى هفضل اضغط من الجناب كده، هلم العجينة من الجناب على بعض وافضل اديها ضغطة كده علشان العجين ما يفكش معايا. عندي بقى بيضة دهنها، ضربتها كده وحطيت فيها حبة فلفل اسود، هدهن بيها بقى الوش كله كده. وبعد كده هحط ايه، حبة جبنة من على الوش. البيتزا بتدخل فرن سخن جدا، مش بتاخد معاكي 4 دقايق بالظبط، تفضلي متابعاها علشان ما تتحرقش. بصوا بكده جهزت معايا، هدخلها بقى الفرن. دي التانية اللي انا كنت بعملها، التانية حبيت اوريكم انا هقفلها ازاي. بصوا بتني كده العجينة على بعضه وبعد كده بضغط عليه من الجنب. هدهنها كمان دهنة بيض وبعد كده هحط عليها رشة جبنة. وكده بعد ما خرجتها بصوا عاملة ازاي، تحفة والله يا جماعة، جربوها، جميلة اوي الطريقة دي. مش بتاخد وقت كتير في الفرن. اهم حاجة الفرن يبقى سخن، قبل ما ندخل البيتزا بتاعتنا الفرن يبقى سخن. هقطعها بقى كده. هنا بقى معرفتش اقطعها في الطبق، فانا حطيتها كده على القطاعة وقطعتها. بصوا عاملة ازاي. دي تاني واحدة انا خرجتها. سيبكوا بقى من قطعة البيتزا وهاتوا المخرطة. انا بصراحة يا جماعة بقطعها بالمخرطة بتاعة الملوخية عشان بتتظبط معايا وانا بقطعها، بتحكم فيها اكتر. بصوا عاملة ازاي، مورقة معايا والزبدة مخليها مورقة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.